أهلا بيكم في فيديو جديد وفرصة شغل جديدة بنقدمها لحضراتكم. لو معاك عربية ملاكي أو عربية فان وبتدور على شغل محترم براتب ثابت وعمولة كويسة فالفيديو ده لحضرتك. خلينا نشارك تفاصيل الشغل مع شركة بوسطة والأماكن المتاحة والشروط والأرباح اللي ممكن تكسبها من الشغل مع بوسطة. ما تنساش تشارك الفيديو مع أي حد ممكن يكون مهتم. أهلا بيكم مرة تانية. لو بتدور على فرصة شغل تضمن لك دخل ثابت وتديك حرية في وقتك فشركة بوسطة هي الأنسب ليك، وده عن تجربة. هنتكلم عن شوية حاجات تخص الراتب والعمولة وطبيعة الشغل، بتستلم ايه مبتستلمش ايه، شروط التعاقد، كل ده هنتكلم عنه دلوقتي. أول حاجة هنتكلم عنها هي شروط العمل. أول حاجة لازم اللي يقدم الشغل ده يكون معدي 21 سنة. العربية مش شرط فيها إنها تكون ملاكي أو فان، كل ما تكون أكبر كل ما يكون في فايدة ليك، ده أحسن طبعا. الرخص والبطايق لازم تكون سارية مش منتهية وأنت رايح تتعاقد. تاني حاجة هنتكلم عنها هي طبيعة الشغل. بعد التعاقد مع شركة بوسطة بيتعمل لك يوزر خاص بيك، وبيتم تحميل تطبيق خاص بالشركة على الموبايل. التطبيق ده اللي هيظهر لك عليه الشحنات واللي هيتم تحميل الشحنات بشكل يومي عليه. بعد كده بتروح الفرع الصبح، بيتم تحديد ساعة استلام معينة ليك، ودي بتختلف من مندوب للتاني، بس هي بتبتدي من 8 للساعة 10. يعني انت هيتحدد لك ميعاد في خلال وقت ما بين 8 ل10، ده اللي هتروح فيه عشان تستلم الشحنات بتاعتك. أول ما بتستلم الشحنات لازم تعمل مطابقة باللي موجود على الابليكيشن باللي موجود معاك او استلمته يدا بيد. المطابقة دي مهمة جدا جدا يا جماعة، وهتجنبك مشاكل كتير وخسائر كتير. لو معاك شغل على الابليكيشن مش موجود وانت ما استلمتوش بايدك لازم ترجع للتيم ليدر او المدير المحطة او الناس اللي موجودة في المحطة وتبلغهم بده، علشان بعد كده ما يجيش حد يسألك عن الشحنة دي ويقول لك هي فين. هنيجي للجزئية بعد كده. بعد ما بتاخد شغلك وتتأكد وتطبق الابليكيشن بتراجع الشحنات اللي معاك، تعمل خط سير ليك هتمشي فيه، يعني الشحنة الأقرب فالأبعد فالأبعد فالأبعد. فبعد ما بتعمل ترتيب خط السير ده بتبتدي تتواصل مع العملاء، تشوف مين فيهم موجود مين فيهم يعني مش متاح النهاردة إنك تسلمه. خلاص اشتغلت وخلاص وزعت عدد الشحنات اللي موجود معاك النهاردة، بتبدأ ترجع للفرع، تعمل عودة للفرع يعني، وتسلم الشحنات المرتجعة معاك أو المؤجلات، وتطلع على أقرب فرع لفوري تعمل إيداع بالمبلغ اللي معاك، وده بيكون من خلال كود بوسطة نفسها بتديها لك. طيب شوية نصايح كده هنتكلم عنهم في عجالة، وهم برضو مش هيختلفوا عن الكلام اللي اتكلمنا فيه. لازم أول حاجة تكون بتلتزم بالمواعيد بتاعتك. اتأكد من موضوع الشحن ده، مراجعة الشحنات دي حاجة مهمة جدا. الحالات وانت بتديها على السيستم لازم تدي حالات صح، ما تديش حالات غلط، عشان لو اديت حالة غلط هيعتبر دي حالة فيك أو مزيفة، ودي بتخصم لك عليها فلوس. فانت لازم تتأكد من الموضوع ده يعني، وتتأكد إن أنت مدي الحالة صح. طيب هنيجي نتكلم عن جزئية تانية اللي هي الخاصة بالمرتبات، ودي طبعا اللي تهم الناس. المرتبات يا جماعة بتختلف من فرع لفرع. المرتبات بتتقسم لثابت وعمولة. الثابت أنا هبلغك بيه دلوقتي وهعمل لك جدول بيه، أو هيظهر دلوقتي على الشاشة كل الثابت بتاعك بتاخد كام. أما بالنسبة للعمولة، العمولة دي أنت بتاخدها من بعد 21 شحنة. يعني انت خلاص سلمت في اليوم 21 شحنة، بعديها بيبتدي تحسب لك كل شحنة من 15 ل 19 جنيه، ودي بتبقى على حسب زي ما قلنا كل فرع وكل منطقة. تمام. اما بالنسبة للثابت زي ما قلت لحضراتكم، انا هعمل بيه دلوقتي، هيظهر لكم دلوقتي على الشاشة كل منطقة او كل فرع في ايه هي المناطق المتاحة فيه والسعر الثابت الاساسي بتاعه. المرتبات عادة في الفروع اللي انا هتكلم فيها دلوقتي دي هتلاقيها بتتراوح معاكم من 16 ل17 ألف، وفي ناس بتوصل ل20 ألف، ده ثابت. لما نضيف عليهم العمولات، انت زود يعني كده في بالك من 2000 ل3000 جنيه، دول هيبقوا عمولات، فاهمني، هتجيلك. فالمرتب كويس جدا وتقدر تعمل مبلغ كويس جدا مع شركة بوسط. انا مش هطول عليكم، انا هسيب لكم دلوقتي في اخر الفيديو الجدول بالرواتب بكل حاجة. كل اللي انا بتمناه من حضراتكم انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفرص اللي بنتكلم عليها او كل الشغل الجديد اللي بننزله. لو الفيديو عجبكم يا ريت تشاركوه مع اصحابكم او مع اي حد ممكن يكون مهتم بالفرصة دي. شكرا لحضراتكم.